الاصل ديال المعتزله اشو كان؟ المعتزله جاوا النصارى دخلوا للاسلام ودخلوا بموروثهم الثقافي، وهذا الموروث الثقافي جابوا ليه شي ادله من القران ان عيسى كلمه الله، وما دام كلمه الله والكلام صفه المتكلم اذن في عيسى من صفه الالوهيه. هذا علاش ناضوا المعتزله، وما ديك الساعه كانوا غير فرقه وحده كيتناقشوا، ناضوا كيردوا عليهم واصل بن عطاء ومنظم والى اخره، ناضوا كيردوا على النصارى كيقول لهم لا راه عيسى راه مخلوق وراه القران بالضروره مخلوق. ملي قالوا القران مخلوق ناض النقاش كان مع المله الاخرى، ما خليناهمش يتناقشوا معاهم الله يعاونهم، دخل النقاش للمله ولاونا كنتناقشوا معاهم على خلق القران، حتى ولا جا اللي كيفرض على الناس هذا اللي كنقولوا، اللي كيفرض على الناس ان القران مخلوق ويمتحنهم وكيعطيهم العصا. سيدي خليو هذاك النقاش مع هادو، راه كان مفيد لهادوك، وكانوا والناس كترجع على الغي ديالهم، لا هادوك لا الغنوصيين تاع الشرق ولا المسيحيين تاع روما، لا دخل النقاش وهو يولي عقيد. ملي دخل النقاش المله ولينا فيه الاشاعره والماتريديه والمرجئه والى اخره، وهو يفقد النقاش، فقد الفائده ديالو. كنا كنتناقشوا مع هذوك نبقاو نتناقشوا معاهم وصافي، خلينا هذا الشيء في حدود ديالهم هما. هذا هو المشكل، هذا اللي وجدنا على مرتكب الكبيره والمصر عليها والى اخره. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما معنى وهو مؤمن؟ ما معنى وهو مؤمن؟ واش وهو مؤمن بان ما يفعله حرام؟ معنى رفع عنه التفكير ان هذاك اللي كيديرها راه حرام، فرفعت عنه في تلك اللحظه حتى جرى قدر الله. وراه قالوا ليه المؤمن يسرق؟ قال نعم. الا الكاذب. المؤمن يزني؟ قال نعم. وكان امر الله قدرا مقدورا. واش فهمتيني؟ اذا خصنا نوازنوا ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقولين المخرج. وهو مؤمن ان ذلك الذي يفعله حرام، وملي كيعاود يرجع ليه راه هو على اسلامه. اشنو اللي نتفق عليه؟ انه هذاك الشيء اللي كيدير في ذاك اللحظه راه حرام، ما هوش راه حرام. يعني مشى ليه من مخو تعمل البصر حتى ينفتحوكم العزيز القهار. واش فهمتيني؟ دائما خصنا نخرجوا المخرج لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. راه ماشي كينفع عليه الايمان ديك الساعه راه الا قتلتي وقتلتي راه كافر. لا لا، راه هو على اسلامه. لا يكفر هذاك راه غير الدين. لا يكفر الانسان الا اذا قال كلاما وهو يعتقده. بحال كي كنا كنقولوا ذاك النهار الشرك راه اعتقاد، راه ماشي كلمه كتقال. ولا شي حاجه مشينا زرنا القبر ولا زرنا الولي راه شرك. لا سي اعتقاد وتصرف. هي لا التصرف مبني على اعتقاد، ولكن ملي كتقول ليه واش هذا التصرف واش مبني على اعتقاد ولا ما مبنيش، كيقول لك لا انا كنعتقد هذاك الشيء. هذا وما عمرهم في الاسلام ما حكموا لشي واحد بالنفاق الذي هو ابطال الكفر واظهار الاسلام. اش سموه؟ الزندقه. اسم اخر الزنديق ماشي كافر. واذا قتل هل يصلى عليه او لا يصلى عليه وهل يدفن؟ واش فهمتيني؟ وطردوا شوز اللي دخلوا في شي نقاشات اللي كتصعيب تقول على شي واحد مشرك. اذا هذه من المسائل تاع الكافر ومشرك الانسان يستغنى عليها، لانه راه تقتلوا عليها ناس باطل وتسبوا نساء باطل وتكالوا اموال باطل، وعند الله يختصم الخصوم.